دايما الناس بتحاول تعمل اللي بوسعها عشان توفر لولادها حياة كويسة، وإن عمري ما كنت أتخيل إن يحصل كده، بالذات في مدرسة انترناشونال. ودايما اللي كنا بنسمعه عن المدارس دي إنها في قمة النظافة والالتزام، وكمان الخوف على الطلاب. وتخيل إنك بتدفع فلوس كتير لابنك عشان ما يروحش مدرسة حكومي، علشان ما يتعرضش لأي نوع من أنواع الأذى، وفي الآخر يتعرض ابنك لأقذر حاجة طول حياته، وكمان عمره ما هينساها. النهارده في حلقتنا هنتكلم عن اللي اتعرض على الاعتداء الجنسي لمدة سنة، وهو الطفل ياسين صاحب ال6 سنوات، اللي كلنا مستنيين يوم 30 ابريل عشان مستنيين الحكم في القضية، لأن الحادثة دي تعتبر من أقذر الحوادث اللي حصلت. طبعا كلنا سمعنا مسلسل لام شمسية، وكل أحداث المسلسل قلنا إنها مستحيل تحصل في الحقيقة، لكن أحب أقولك إنها حصلت في الحقيقة، وحصلت للطفل ياسين اللي تعرض للاعتداء الجنسي من واحد قد جده، وكمان موظف إداري، واللي كانت بتتستر على الجريمة بتاعته هي الناني، والناني دي هي الدادة بتاعته. الحكاية ابتدت لما ياسين راح للمس بتاعته وقال لها: يا مس، في حاجة عايز احكي لك عليها. قولي يا ياسين في ايه بسرعة. مس، انا قولي يا ياسين في ايه يا حبيبي، خلص. في حد ضربك في الكلاس؟ لا، بس انا في حاجة عايز احكي لك عليها يا مس. في هنا يا مس عمه كبير قوي كده وتخين وعجوز واقرع، وكمان لابس نضارة يا مس، باين عليه كده انه مدير او هو مدرس هنا معانا، بس هو مش بيدينا في الكلاس. هو اسمه عمو ناصر. ماله مستر ناصر يا ياسين؟ عمل لك ايه؟ يا مس، انا لقيت الناني جت خدتني من الكلاس وقالت لي تعالى ادخل التواليت، مع اني ما كنتش عايز يا مس، بس هي اصرت تاخدني وتدخلني التواليت، وانا ما كنتش عارف ليه، بس برضه دخلتني التواليت. وعمو ناصر كان جوه يا مس، وقام سلم عليا، وقامت هي سابتنا لوحدنا، وقام لقيته خلعني البنطلون وعمل كده وكده وكده، ولقيته شدلي شعره جامد في ايده وضربني جامد عشان ما صرخش، وقعد يضربني جامد قوي قوي لحد ما رجعت من الضرب، وعمل حاجات انا ما كنتش فاهم هي ايه، بس انا كنت بتألم جامد وما كنتش عارف اعيط ولا ازعق من ايده اللي كانت على بقي. وبعدها طلع وسابني مرمي، ودخلت الناني شطفتني ولبستني هدومي، وبعد ما لبستني قالت لي لو حكيت لبابا وماما اللي حصل عم ناصر هيقتلهم، عشان بعدها تقوم المدرسة وتسأله: وانت عملت ايه يا ياسين؟ قلت لهم: لا يا مس ما قلتش. وكل يوم الناني تاخدني مرة التولد ومرة الجراج اللي ورا المدرسة، وبتفضل واقفة مستنياني عشان تغسل لي وشي وتلبسني هدومي وترجعني تاني الكلاس، عشان بعدها تسأله وتقول له: المهم يا حبيبي، حكيت لي بابا وماما؟ علشان يرد ياسين بكل براءة ويقول لها: لا يا مس، انا خفت اقول لهم احسن عمو ناصر يعمل فيهم زي ما بيعمل فيا او يقتلهم، وانا كمان مش عايزهم يتوجعوا نفس الوجع اللي انا بتوجعه ده، لانه وجع جامد جدا، لان بسبب الوجع ده مش بعرف اعمل بيبي خالص وبفضل اعيط كتير. علشان ترد المس بعدها وتقول لي: ياسين شاطر يا ياسين انك ما حكيتش لبابا وماما، وانا هخلي المس المديرة تديك عصاية وتضربهم عشان ما يعملش كده معاك تاني. وقعد يا مس، وقعد يا ياسين. وده بقى اللي حصل بين ياسين والمدرسة بتاعته، المدرسة اللي انعدم من قلبها الرحمة، اللي كانت كل يوم عارفة حكاية ياسين، وكانت تروح بيتها تاكل وتنام عادي جدا عشان تحكي للمديرة بتاعتها، وتجيب ياسين وتجيب أستاذ ناصر وتديله العصاية ويضربه علشان ياسين ما يحكيش لأهله في البيت. والكلام ده يعدي عليه سنة كاملة ياسين بيتعرض للاعتداء الجنسي، لحد ما ياسين كان بيواجه مشاكل لما يجي يخش الحمام، لحد ما والدته ابتدت تلاحظ عليه، وهنا اكتشفت اللي حصل لياسين. ولما سألته قال لها: يا ماما أنا عايز أقولك على حاجة بس أنا خايف. قالت له: قولي يا ياسين. وابتدى ياسين يحكي لها، علشان بعدها والدته تاخده للدكتور، والدكتور لما يكشف عليه يكتشف فعلا إن ياسين اتعرض للاعتداء الجنسي، وكمان في فتحة بقطر 1 سنتي. عرفتوا ليه بقى احنا مستنيين يوم 30/4 عشان ساعتها وقتها الحكم على المجرم ده، المجرم اللي اتعدم من قلب الرحمة. طبعا ناس كتيرة ما كانتش هتصدق الحكاية دي لو كنا طلعنا حكيناها بدون اي دلائل، وطبعا ناس كتيرة اتريقت على المسلسل لام شمسية وقالوا هو فعلا ممكن يحصل كده، لحد ما هو حصل في الحقيقة. اتمنى ان انتوا تقربوا لاولادكم، كل واحد يصاحب ابنه ويسأله: عملت ايه في يومك النهاردة، ويحاول ان هو يحتويه ويحكي له كل حاجة. وخلوا بالكم من ولادكم، وعايز الكل ينزل في الكومنتات يكتب: حق ياسين مش هيضيع. سلام.